المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها اختتام فعاليات منتدى القيم والعدالة لوزارة العدل، الاحتفال بيوم العمال العالمي على مستوى الإقليم الجنوبي في مدينة مندفرة، توزيع حوالي 26 ألف من معدات النفير على المديريات في الإقليم الجنوبي. نتنياهو يقول أن إسرائيل بدأت إجلاء السكان من رفح. الفلبين تتهم بكين بمضايقة سفنها في بحر الصين الجنوبي. وموجة حر شديدة تجتاح جنوبي شرقي آسيا. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم اليوم منتدى القيم والعدالة الذي نظمته وزارة العدل، والذي هدف إلى تضمين القيم الوطنية في النظم العدلية الإريترية. تركز المنتدى على ضمان نظام عدالة يأخذ في الاعتبار التجارب المحلية والدولية والعالمية، ويدمج جوهر القيم الأساسية للمجتمع الإريتري. وركز المنتدى الذي استمر ليومين، والذي شارك فيه خبراء إريتريون وأجانب، على مناقشة مواضيع متنوعة بشكل واسع، مثل النظرة عامة على عملية إصلاح نظام العدالة الوطني من منظور التنمية المستدامة، والقيم الوطنية التي تقوم عليها عملية إصلاح نظام العدالة الإريتري، وخصائص تميزت بها الثورة الإريترية، وأوضاع القيم الأفريقية وآفاقها المستقبلية، والقيم الإريترية في ضوء القيم والعدالة الأفريقية، وانعكاس القيم الوطنية في نظام العدالة الإريتري من أجل التنمية المستدامة. وناقش المشاركون ضرورة تسريع عملية تضمين القيم الوطنية في النظم العدلية الإريترية، وتسريع أعمال التنفيذ، وتعبئة الموارد البشرية والموارد، وتنظيم معارف الخبراء الأفارقة بشكل ممركز، وتكييف القانون الدولي مع واقعنا وقيمنا. كما قدموا مقترحات وتوصيات بضرورة أن يأخذ نظام العدالة بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وغيرها من الأفكار والتوصيات البناءة. في الختام، قامت الوزيرة فوزية هاشم بتوزيع الجوائز والشهادات التقديرية على الخبراء المشاركين. وحضر المنتدى الأول من نوعه خبراء وضيوف من السنغال وكينيا وإثيوبيا والصومال ونيكاراغوا وإيطاليا وفرنسا، وقد انتظم بعنوان تضمين القيم الوطنية في النظم العدلية الإريترية. تم الاحتفال بيوم العمال العالمي في مدينة مندفرة في 29 من أبريل الجاري تحت شعار الكفاءة المهنية دافع للتنمية. وفي حديثه بهذه المناسبة، أوضح رئيس فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم الجنوبي السيد تخستم محرتآب أن عمال إريتريا قدموا تضحيات جسام في سبيل مكافحة التمييز الطبقي والنضال من أجل الاستقلال عبر قرن من الكفاح السياسي والمسلح. وقال إن نضال العمال هو فخر للإريتريين. وقال إن الكونفدرالية تنظم بنجاح برامج التدريب في الأقاليم، وكجزء من ذلك تجري الاستعدادات لتقديم دورات تدريبية في الإقليم الجنوبي هذا العام. وحث على تعزيز دور ومساهمة جميع الهيئات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والمؤسسات الخاصة. وحث رئيس فرع العمل والرعاية الاجتماعية السيد الدهيلي قبر ميكيل على إيلاء اهتمام كبير بالأنشطة الرامية إلى زيادة الإنتاجية. وبهذه المناسبة ألقى مسؤولو الاتحاد الوطني للشباب والطلبة والاتحاد الوطني للمرأة كلمات تضامنية. قامت إدارة الإقليم الجنوبي بتوزيع 25,800 من معدات النفير على المديريات لتعزيز الأنشطة المدرة للدخل، بما في ذلك الحفاظ على المياه والتربة وصيانة الطرق. وقال حاكم الإقليم السيد هبتآب تسفاسيون عند لقائه مدراء المديريات في حاضرة الإقليم فيما يتعلق بالمعدات وإدارتها، قال أنه تم توزيع معدات النفير بالتساوي على جميع المديريات، وذكرهم باستخدامها بفعالية. نظم الأسبوع الرياضي والثقافي والتعليمي لطلاب إقليم القاشبركة في بارونتو في الفترة من 26 إلى 29 من أبريل الجاري تحت شعار زادنا المعرفة وجهودنا للتنمية. وقال منسق برامج الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ سلمون تخلة هيمانوت أن الأسبوع الأكاديمي هو جزء من الأنشطة اليومية لعملية التعليم والتعلم، لذلك يتم إلى الاهتمام الكبير بها. وشارك فيه
1644 طالبا، بينهم 644 طالبا من 16 مديرية. وقال رئيس فرع وزارة التعليم الإقليم الأستاذ محمد علي إبراهيم أن الأسبوع الطلابي الذي ظل يقعد من عام لآخر يعد برنامجا مهما لبناء المقدرات الذهنية والبدنية للطلاب، وأشاد بالطلاب لمشاركتهم وروحهم التنافسية وإبداعهم. وقال حاكم الإقليم السعادة السفير محمود علي حروي أن الأسبوع هو انعكاس لجهود المعلمين وأولياء الأمور، وتم توزيع الجوائز على الفائزين فرديا وجماعيا في ختام الأسبوع. أوضح الأستاذ ياسين عثمان مسؤول الزراعة بمديرية أسماط لوكالة الأنباء الإرتية إرنا أن العمل جار لزيادة استخدام البذور المختارة في المديرية، وأشار إلى أنه تم استخدام بذور مختارة من الدخن والذرة الشامية، حيث أثبتت الأبحاث أنها مناسبة لطقس المديرية. وقال أنه على الرغم من أن الإنتاجية لم تكن جيدة كما كان متوقعا في الخريف الماضي بسبب قلة هطول الأمطار، إلا أنهم يخططون لتلافي هذا في المستقبل. وأكد بأن الحفاظ على المياه والتربة أمر ضروري لتنمية الدخل الزراعي، ويتم تنفيذ الأنشطة الناجحة عاما بعد عام. وقال أنه اعتبارا من يناير 2024 تم تمهيد الأراضي الزراعية لزيادة الدخل. أضاف أنه تم تدريج حوالي 330 هكتارا من الحقول الجديدة بالحجارة و277 هكتارا بالتربة، بينما تم إصلاح 248 هكتارا من المدرجات. ووفقا للتصريح فإن العمل الجاري لخلق بيئة مواتية بمنح الأولوية من أجل ضمان حصول كل مزارع على دخل مربح من أرضه الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال أنه تم عقد دورات تدريبية نظمتها إدارة الإقليم تركزت على الحفاظ على المياه والتربة وتقوية التربة ل80 مزارعا في الماضي. وفي الختام دعا إلى إيجاد سبل لمعالجة النقص في المعدات الزراعية الحديثة، مناشدا المزارعين للاستعداد لفصل الخريف في الوقت المناسب واستخدام البذور المختارة والتركيز على الحفاظ على المياه والتربة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل بدأت بالفعل عملية إجلاء السكان من رفح استعدادا للعملية البرية المرتقبة. وجاء إعلان نتنياهو بعد ساعات من لقائه مع ممثلين عن عائلات المحتجزين لدى حماس، حيث أخبرهم خلال الاجتماع أن أهداف الحرب لم تتغير. وقال نتنياهو أن إسرائيل بدأت بعملية إخلاء السكان من رفح، وأن عملية رفح ستجري قريبا. وأضاف أن إسرائيل لن تستسلم لحركة حماس. وتعمل إسرائيل على جبهتين فيما يخص حربها المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في قطاع غزة، هما التجهيز لهجوم بري على رفح توازيا مع ملف الرهائن ومفاوضاته المتعثرة، وآوى إلى رفح جنوبي قطاع غزة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني فارين من الحرب. أعلن خفر السواحل الفلبينية أن قوات خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من سكاربورو شول في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال المتحدث باسم حرس السواحل الفلبينية العميد البحري جاي تيريلا أن خفر السواحل الصيني استخدم خراطيم المياه ضد إحدى سفنه وضد سفينة تابعة للمكتب الفلبيني لمصائد الأسماك والموارد المائية أثناء قيامهما بدورية مشروعة في المنطقة. من جانبه قال خفر السواحل الصيني في منشور أنه تم طرد سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة للحكومة الفلبينية لدخولهما المياه الصينية وفقا للقانون. وقال خفر السواحل الفلبيني أيضا أن الجانب الصيني أعاد نصب حاجز عائم. تجتاح موجة حر قصوى جنوب شرقي آسيا منذ أسابيع، حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية، ما دفع آلاف المدارس إلى تعليق الدروس الحضورية لا سيما في الفلبين، في حين أصدرت دول بينها بنغلاديش تحذيرات وتعليمات تتعلق بالصحة. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ستعلق الفلبين الدروس الحضورية في كل المدارس الرسمية لمدة يومين بسبب الحر الشديد، خاصة بعد تسجيل مانيلا مستويات حرارة قياسية.
وكانت الحرارة أعلى ب4 إلى 5 درجات من المعدل المسجل في السنوات الثلاثين الأخيرة في الفترة نفسها في دكا عاصمة بنغلاديش، مع توقع استمرار الحر لأيام عدة إضافية. إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن الحرارة ترتفع بشكل أسرع في آسيا مقارنة بمناطق أخرى، في حين سجلت مستويات حر قياسية في العالم خلال العام 2023. ثار بركان جبل إيبو في شرق أندونيسيا عدة مرات بحسب ما أفادت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، ما تسبب في رفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور. وأثار بركان جبل إيبو أكثر من 6 مرات منذ مطلع أبريل، ما استدعى أجلاء أكثر من 6000 شخص، فيما أكدت السلطات أنه ما زال خطرا. وأعيد فرض طوق على مسافة 6 كيلومترات حول البركان الذي يرتفع على علو 725 مترا فوق سطح البحر. وأظهرت صور بثتها الوكالة عمودا من الصهارى ينبعث في السماء، وقيمة ضخمة من الرماد تنفثها الفوهة، وجمرا متوهجا قرب مساكن. وتقع أندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. اختتام فعاليات منتدى القيم والعدالة لوزارة العدل. الاحتفال بيوم العمال العالمي على مستوى الإقليم الجنوبي في مندفع. توزيع معدات النفير في مديريات الإقليم الجنوبي لتعزيز حملات التنمية. نتنياهو يقول أن إسرائيل بدأت إلجاء السكان من رفح. والفلبين تتهم بكين بمضايقة سفنها في بحر الصين الجنوبي. وموجة حر شديدة تجتاح جنوبي شرقي آسيا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.